السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا أبطال؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. هنكمل حل في كتاب جيم تالتة ثانوي. الجزء التاني اللي هو الجرامر، المضارع التام والمضارع التام المستمر، واحنا حلناه في كتاب المعاصر، هتلاقي الفيديو في القناة، وحلناه برضو في كتاب العمالقة، وهنحله إن شاء الله دلوقتي في كتاب جيم. وزي ما وعدتكم إن شاء الله هنحل جيم ومعاصر وعمالقة تالتة ثانوي مجانا على اليوتيوب. فاعمل اشتراك يا جميل، واعمل لايك بالفيديو، اشترك في القناة واعمل لايك بالفيديو عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ونبدا مع بعض في صفحه 17. اول تشيك بوينت بيقول لك هنا: ليلى can't او cannot paint today because the او she her finger. ليلى لا تستطيع ان هي تدهن او يعني ترسم او تلون اليوم بسبب ان صابعها حصل له ايه؟ has burned، يعني اتحرق، اتلسع مثلا وكده في صابعها متعور. was burned had burned ولا burns؟ تمام. اولا دي حاجه حصلت ايه؟ حاجه حصلت يعني في الماضي، اللي هي ايه؟ اللي هي صابعها اتعور او اتحرق. تمام. طب لها اثر على الحاضر؟ لها اثر، اللي هي مش قادره تعمل حاجه معينه، فهتكون مضارع ايه يا ابطال؟ مضارع تام. نجيبه من الاخر كده. بيرنز مضارع بسيط مش هتنفع، مش بتكلم هنا على عاده ولا حقيقه علميه. طب هات بيرنت ماضي تام. الماضي التام لازم يكون فيه حدثين ورابط زمني. was burned دي مبني مجهول، مع ان شي هي الفاعل، فهنا هتكون ايه يا ابطال؟ has burned. we haven't traveled by train years. نحن لم نسافر بالقطار، عايز اقول لي سنوات. طبعا years على طول بيجي قبلها ايه؟ by ولا since ولا last ولا for؟ طبعا for ايه يا ابطال؟ for years. I Japanese food but I really want to try sushi soon. أنا إيه الطعام الياباني، لكن أنا حقا أريد أن أجرب الإيه؟ السوشي قريبا. يبقى هو كل ولا ما كلش؟ لا، أنا يعني أبدا ما جربتش عمري ما جربت الطعام الياباني، بس عايز أجرب السوشي كده. didn't try، ما هنا مفيش حاجة بتدل على الماضي البسيط عشان أجيب ماضي، مش هتنفع. have ever tried، لو قلت have ever tried يعني أنا جربته يعني سابقا، فمش هتنفع. انت لو جربته سابقا فبتقول عايز اجرب السوشي ليه؟ انت فاهم؟ فاكيد لو انت جربته قبل كده اكيد مش هتقول حاجه زي كده. I have never tried، عمري ما جربته، عايز اجربه بقى. have been tried دي مبني المجهول مش هتنفع، لان الاي هي الايه؟ الفاعل المتكلم، فهنا هتكون ايه ابطال؟ have never tried، عمري ما جربت الطعام الياباني، عايز اجربه. I haven't met عمرو the last time I saw him in Alexandria. تمام. انا لم ارى عمرو المره الاخيره اللي انا شفته فيها في اسكندريه. تمام. مضارع تام وعندي ماضي بسيط. for ما بيجيش بعده جملة ماضي. since ماشي ممكن. already ما بتجيش كده بين جملتين. ago منذ دي بتيجي في آخر الجملة مع الماضي البسيط، فهتكون ايه أبطال؟ since the last time I saw him. يبقى since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ايه أبطال؟ ماضي بسيط زي ما احنا عارفين، حالة من حالاتها يعني. I reply to my email yet، حتى الآن. عايز أقول أنا لم أتلقى رد على الإيميل بتاعي حتى الآن. haven't received ممكن، لأن عندي haven't هو نفي، ويت بتيجي في نهاية الجملة المنفية. have received مش هتنفع علشان إيه؟ yet. طب received ما بتجيش مع yet لأن ماضي بسيط، ما بيجيش مع yet. hadn't received ممكن يجي مع yet عادي، ولكن الماضي التام يا أبطال لازم حدثين، لازم حدثين مش حدث واحد، لأن هو بيعتمد على إن الحدث الأقدم بيكون ماضي تام والحدث اللي بعده بيكون ماضي بسيط. لازم حدثين عشان تقدر تحدد ان ده ماضي تام. فهنا حدث واحد يبقى هيقول لك ايه؟ I haven't received my a reply to my email yet. تمام. دي كده تشيك بوينت 4. نشوف التشيك بوينت 5 يا ابطال مع بعض كده. بيقول لك هنا اول سؤال: It's ages since we last soon some good news. it's ages يعني فات وقت كبير جدا منذ اخر مرة فيها تلقينا او سمعنا اخبار كويسة. ما في قاعدة عندنا اللي هي it's مدة زمنية، since وبعدين ايه؟ ماضي ايه يا ابطال؟ ماضي بسيط. have heard مضارع تام مش هتنفع. had heard ماضي تام زي ما قلنا مش هتنفع، محتاجة حدثين. heard ماضي بسيط وهي دي اللي هتنفع. دي ماضي مستمر مش هتنفع لان اصلا هي ما بتجيش في الاستمرار. بيلا is او بلال isn't here، بلال ليس هنا. he has to the dentist، هو ايه؟ راح لطبيب الاسنان. has gone هو مش هنا، يبقى راح ورجع ولا لسه؟ لا، راح ولسه ما رجعش، يبقى هي فعلا هتكون ايه ابطال؟ has gone. لو قلت بن هيبقى معناه راح ورجع، بس هو قال لي هنا ليس هنا. ريتشارد وصل ما بيجيش معاه حرف جر. visited ما بيجيش معاها برضو ايه؟ حرف جر، ومش هتنفع. يزور الدكتور. او لو قلت he has visited اولا ما بيجيش بعدها to. ثانيا لو قلت visited the dentist ده معناه ان هو راح ورجع برضو.
لما بقول لك هو مش هنا يبقى has gone to. has gone to راح ولسه ايه، راح ولسه هناك. it has been 3 years. احنا قلنا هنا it's، تمام، دي it is، وهنا مدة زمنية since ماضي بسيط. برضو بتيجي بحالة تانية اللي هي it has been. it has been وبرضو ايه مدة زمنية بتساوي بالظبط it's بمدة زمنية it's been برضو مدة ايه ومدة زمنية، برضو بيجي بعدها ماضي بسيط اللي هي I graduated from university. بقول لك فات 3 سنين منذ ان تخرجت من الجامعة. graduated برضو لو تلاحظ اللي هي ايه ماضي، هنا جبت since وماضي، هنا جبت ماضي يبقى هجيب قبلها ايه، هجيب قبلها برضو ايه ابطال since. مش فور ما بيجيش بعدها جملة ماضي، ولا while بستخدمها مع المضارع التام مع الماضي المستمر، وبرضه الماضي والمضارع المستمر عادي برضه، بس هنا مش الحالة بتاعتها. اجو عارفين هي بتيجي في الماضي الايه البسيط. This is the first time I of anything like this أو that. دي أول مرة ليا أنا يعني أسمع يعني شيء كهذا. had heard ما هي the first time ماشي، قلنا had heard دي ماضي تام محتاجة حدثين وهو حدث واحد. hear مضارع بسيط، ولا I'm hearing بستمع، ولا have heard. لا هو هنا بيتكلم عن ايه يا ابطال، عن يعني تجربة حياتية، والتجارب الحياتية او الخبرات السابقة او المواقف السابقة بستخدم معها ايه مضارع تام. مش مضارع مستمر، مفيش حاجة بتحصل دلوقتي حالا، ولا مضارع بسيط لان مش بتكلم لا على عادة ولا على ايه ولا على حقيقة. إيه رقم 5 بيقول لك هنا what have you done the last time I saw you. ما الذي فعلته او ايه اللي انت خلصته يعني. لاست تايم ده لاست تايم، اعرف اول ما تشوف ده لاست تايم ده هيبقى بعدها ماضي بسيط هتجيب على طول سنس قبلها، هتجيب على طول ايه سنس قبلها. مش فور ما بيجيش بعدها ماضي، وين بيجي بعدها ماضي بس مش مع المضارع التام. انت فاهم. بيفور بتيجي مع الماضي التام برضه، تمام، لانها ترتيب احداث. قبل ما اعمل كذا حصل كذا، يبقى بيفور كذا كذا حصل كذا. بيفور مع المضارع الايه التام، وبتيجي برضه مع الماضي بتيجي اصلا مع الماضي التام، وبتيجي برضه مع المضارع التام في اخر الجمله لو في نفي، لو في ايه نفي. مثلا I have never tried sushi before. انا عمري او ابدا لم اجرب السوشي من قبل. انما هنا يا ابطال عايز يقول ايه، انت عملت ايه منذ اخر مرة انا شفتك فيها. have you finished all this work how fast. يعني لك من يعني عايز يقول له ايه، هل بالفعل انت خلصت كل العمل ده. how fast يعني يا للسرعة. تمام، في تعجب هنا يبقى انت عارف طبعا في نهاية السؤال بتبقى ايه already. لو جملة عادية بتبقى او سؤال عادي بيبقى ايه yet، هو بيبقى سؤال استنكاري، ألم تنهي واجبك حتى الآن. انت فاهم. مش ever since ولا yet طبعا ولا ايه ولا so far، هنا الحالة دي بتاعتها مشهورة ومعروفة. already في نهاية السؤال لو في تعجب من سرعة إتمام شيء ما. since when ده موبايل فون، نقول له since last month منذ الشهر الماضي. عايز اقول له منذ متى، ما هي منذ متى بيجي بعدها مضارع تام. تمام. يعني انت اشتريت التليفون ده من امتى، اما قايل له الشهر اللي فات. since when قلنا مضارع تام، دي مضارع بسيط مش هتنفع، ماضي بسيط مش هتنفع. you bought ما انا عايز جملة كاملة، انما هنا تركيب سؤال، دي مش تركيب سؤال. have you bought. have you ايه يا ابطال، have you bought. ايه ده لحظة، طب ايه يا ابطال have you bought منذ متى وانت شاري التليفون ده. تمام. بالكمالة بقى، ما since when بتساوي ايه for how. for how ايه يا ابطال for how long، ويجي برضه بعدها ايه مضارع تام. طب عندي واحدة تانية اللي هي how long ago بيجي بعدها ايه ماضي بسيط، وسنس وين بيجي بعدها مضارع تام زي ما احنا عارفين. تمام. I have had this car since my old house. انا عندي العربية دي منذ، عايز اقول منذ ان بعت المنزل القديم. was selling ولا sold ولا selling ولا sell. اولا يا ابطال بعد since هنا مفيش فاعل، طبعا بعد since مفيش فاعل يبقى يجي فيرب ان جي على طول. تمام. يعني لو قلت sold ما هي دي ماضي، ما انا محتاج فاعل قبل الفعل ده، وهنا فعل مساعد فانا محتاج فاعل قبله عشان اعرف استخدمه، وهنا برضو فعل في المصدر ما ينفعش، محتاج فاعل. تمام. بعد الروابط تقريبا في معظم الروابط while وwhen وبيفور وافتر وسنس برضه اهي وon، لو مفيش فاعل بجيب اي ان جي. انت فاهم.
since there is no more work to do، بسبب اللي مفيش يعني مزيد من العمل اللي انا اعمله او مفيش حاجه اعملها يعني زياده. we home now، احنا ايه، رايحين البيت او مروحين البيت دلوقتي. we will go ولا have gone، ما هي لو هو بيقول لك مفيش شغل نعمله احنا هنروح البيت، هنروح دلوقتي، هنروح الايه دلوقتي. يبقى هنا بيقول لك ايه، لو قلت have gone ده معناه اللي احنا ايه، رحنا، ماضي مش هتنفع، كلام في الماضي بس هو مضارع تام. had gone مفيش ترتيب احداث هنا، وبعدين بتكلم في المضارع هنا is. went مش هتنفع برضه، هي تكون will go، بما ان مفيش حاجه نعملها دلوقتي احنا هنروح we will go home now. تمام، كل التانيين بيعبروا عن الماضي مش هتنفع. I'll، ولاحظ ان السنس هنا ما جاش بعدها ماضي بسيط عشان تقول مضارع تام، لا هي ماضي، هي سوري ما جاش بعدها ماضي بسيط، ايوه هيجي بعدها مضارع بسيط. وطالما السنس رابط زمن اهو مع مضارع، يبقى هنا هتبقى ايه، مستقبل. ركز بعد سنس ماضي ولا مضارع، لو ماضي هتختار مضارع تام الجملة التانية، ولو مضارع هتختار مستقبل الجملة التانية. I leave the place as soon as I the money. أنا سوف أغادر هذا المكان بمجرد ما أحصل على المال. تمام، will take ولا had taken ولا have taken ولا talk. تعالى كده نشوف مع بعض. عندي will، تمام، وعندي المصدر will، والمصدر مستقبل، تمام، والمصدر مستقبل. as soon as بمجرد أن رابط زمني، رابط إيه زمني، يبقى هنا مضارع تام زي اللي فوق بالظبط، زي اللي فوق بالظبط، رابط زمني مع مستقبل، يبقى التانية مضارع تام، يبقى will إيه، يبقى have taken. as soon as I have taken the money، مجرد ما اخد الفلوس. مستقبل مع مستقبل مش هينفع، ماضي مع مستقبل برضه مش هتنفع، ماضي برضه توك مع مستقبل مش هتنفع. تمام، توافق الأزمنة، ركز، توافق الأزمنة. نروح بقى يا أبطال على تدريبات على الدرس كله الجرامر. تعالى كده نشوف مع بعض. تمام، بقول لك هنا ايه أول سؤال. look، انظر، what you have how can we clean the floor now، يعني ازاي هننظف الأرضية الوقت بقى احنا. what you بقول له انظر أو شوف اللي انت عملته، احنا هننظف الأرضية ازاي دلوقتي. ده معناه اللي هو يعمل حاجة مش كويسة، مثلا وسخ حاجة وليها أثر على الحاضر لأن الأرضية مش نظيفة. will do ماذا سنفعل، أو ماذا ستفعل أنت، لا هو بالفعل عمل وخلاص لأن بيقول له الأرضية مش نظيفة، فدي مش هتنفع will. has done you ما تجيش has، ما تاخدش has. have done ولا had done، had done قلت لك حدث أول وبعده حدث تاني، مفيش حدث تاني، مفيش حدثين فمش هينفع. يكون have done حاجة حصلت في الماضي لها أثر على الإيه، على الحاضر. what you have done، look what you have done، ما الذي فعلته، ازاي هننظف الأرضية دلوقتي. قالت لي مؤخرا people difficulties due to lack of rain، ولكن مؤخرا الناس عايز أقول صعوبات due to يعني بسبب نقص الأمطار. الناس إيه بقى، have، دي have have faced تواجه، ولا were facing كانت تواجه، ولا had faced يعني واجهت قبل حاجة تانية، ما فيش حاجة تانية يعني مش هينفع ماضي تام. والفيس سيواجهه، لا هو بيقول لك مؤخرا بيواجهه، يبقى have faced. تمام، have ايه يا ابطال، have faced بيواجهوا صعوبات بسبب نقص الامطار. I haven't gone to Luxor، انا لم اذهب الى الاقصر a long time. طبعا a long time بيجي قبلها ايه يا ابطال على طول for a long time، ما رحتش الاقصر من وقت طويل. we the bus so we are walking home، لذلك نحن يعني رايحين البيت مشي. يبقى احنا فوتنا القطر ولا لأ، فوتناه. وبتكلم فين في المضارع، we missed ماضي مش هتنفع، have missed ممكن، are missing بنفوته، ما هيفوت ما ينفعش تيجي في الاستمرار. had missed ما هنا في مضارع ما ينفعش اجيب ماضي اولا، ثانيا ده ماضي تام محتاجه حدثين مش حدث واحد، يبقى we have missed حاجه حصلت في الماضي لها اثر على الحاضر. اللي حصل في الماضي اللي هنفوتنا القطر، طب الاثر على الحاضر ايه، اللي احنا هنروح ماشي. انت فاهم. The farmer is furious، بيقول لك هنا المزارع يكون غاضب جدا as لأنه he some of his sheep. لأنه يعني فقد بعض الإيه خرافه. has lost ولا lost ولا is losing، lose يخسر لا تأتي في الاستمرار، will lose سيخسر، هو يعني هو غضبان عشان لسه هيخسر، مش هتنفع، مش هتنفع. lost لا مش هتنفع lost لأنها أولا ماضي بسيط، ثانيا هي حاجة حصلت في الماضي
لها أثر على الحاضر. هو غاضب من إيه؟ من حاجة حصلت في الماضي، فاللي حصل في الماضي ده له أثر على الحاضر. تمام، فهتكون has lost. I on my homework. I am free now. أنا يعني إيه؟ فاضي دلوقتي، متاح، ما عنديش أي حاجة. خلصت كل الواجب بتاعي. do ولا have done ولا have been doing ولا I am doing. ما لو قلت I am doing يعني أنا لسه بعمل، بس هو قال إيه؟ أنا فاضي. I am free، فده مش هتنفع. do برضو لسه بعمل، فمش هتنفع. هو عايز يقول لي أنا خلصت، مش مضارع بسيط هنا. have been doing هنا مش مضارع تام مستمر. ليه؟ لأن ما يعني الكلام مش على الحدث استمر قد إيه، الكلام الكلام على إن هو خلص هنا. have done، have إيه؟ have done. I am free now. رقم 7 بيقول لك هنا I can't do gymnastics because my leg. أنا لا أستطيع القيام بالجمباز بسبب اللي أنا رجلي. حاجة حصلت في الماضي لها أثر على الحاضر. إيه اللي حصل؟ اللي أنا رجلي اتكسرت. طب إيه الواقع؟ مش قادر ألعب جمباز، يبقى مضارع إيه؟ مضارع تام. I have إيه؟ broken my leg. طبعا breaking أنا بكسر، يعني الوقت حالا مضارع. أنت بتكسر في رجلك إزاي؟ مش هتنفع يعني. had broken ما هنا ماضي تام، مش هتنفع لأن بتكلم هنا إيه؟ في دي مضارع، كانت مضارع وبعدين مفيش حدثين، يعني مش هتنفع. broke مش هتنفع برضو مع الإيه؟ مع المضارع لأنها ماضي بسيط. أنا عايز حاجة في الماضي حصلت لها أثر على الحاضر. I عمر for 3 years we still meet once a month. يعني ما زلنا نتقابل مرة في الشهر. عايز يقول أنا عارف عمر منذ 3 سنوات، بقالي 3 سنين. أولا نو لا تأتي في الاستمرار، يبقى نونج مش هتنفع في حاجة متكررة. هنا مضارع تام، هنا ماضي تام مش هتنفع لأن مفيش حدثين، الاتنين دول متكررين مش هتنفع. طب نو ولا هاف نون؟ نو برضو مش هتنفع لأن إيه؟ فور ما بتجيش مع فور مدة زمنية، ما بتجيش مع المضارع البسيط، بتيجي مع المضارع التام. يبقى هاف إيه؟ هاف known. I have known عمر for 3 years. عادل hasn't contacted me since he Cairo. عادل لم يتصل بي منذ أن يعني إيه غادر كايرو القاهرة. هنا مضارع تام وسنس، يبقى أنا عايزين إيه؟ ماضي بسيط. left منذ أن إيه؟ غادر القاهرة. leaves ما ينفعش يجي بعد، ما ينفعش تيجي leaves مضارع بسيط، ولا had left لأن محتاج حدثين، ولا has left ليه؟ لأن عنده مضارع تام، ما ينفعش أجيب بعد since برضه مضارع تام ماضي بسيط. هي ممكن يجي بعدها مضارع تام بس مش في الحالة دي. where is سارة؟ أين سارة؟ ماله she to the dentist. هي راحت إيه؟ عيادة دكتور الأسنان. she will be back in an hour. هي هترجع يعني في غضون ساعة. يبقى راحت ورجعت ولا راحت ولسه هناك؟ راحت ولسه هناك، يبقى has gone to. لو been to راحت ورجعت مش هتنفع، هو بيقول لك هنا هترجع بعد ساعة يبقى لسه هناك. was going كانت بتروح مش هتنفع. had been راحت، طب وبعد ما راحت ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. لا انا عايز لازم يكون حاجة حصلت بعد الماضي التام، حدثين. I single drop of water since I came here this morning. انا عايز يقول لم اشرب يعني ولا قطرة مية منذ since اهي I came here اتيت الى هنا هذا الصباح. تمام، since بعدها ماضي بسيط يبقى تلقائيا قبلها مضارع تام. wasn't drinking ماضي مستمر مش هتنفع. don't drink مضارع بسيط مش هتنفع برضه. haven't drunk بقول لك ما عملتش حاجة منذ كذا، يبقى ايه ابطال؟ مضارع تام. won't drink لن اشرب، ما هنا ماضي مع since ما ينفعش اجيب مستقبل، ماضي مع since يبقى قبلها مضارع تام. have you finished that report؟ اما قايله no I still need 10 more minutes. انا بس محتاج ايه؟ 10 دقايق زيادة. وعايز يقول له ألم تنهي التقرير بعد، وفي نهاية السؤال يبقى yet. تمام، هنا المعنى هيكون ألم تنهي. already يعني ده معنى اللي هو أنهى، وطبعا زي ما قلنا من شوية اللي بتيجي في التعجب، مفيش تعجب هنا. never ما بتجيش في نهاية السؤال، ولا ever بتيجي في نهاية السؤال. تمام، بيجوا في النص، خاصة ever. have you ever هل سبق لك؟ السؤال عن الخبرات والتجارب السابقة الحياتية. طارق such a difficult exam in his entire life. طارق عايز اقول يعني ما خدش امتحان صعب زي ده in his entire life في حياته كلها. وطارق had never had ما فيش حدث تاني عشان يجيب ماضي تام. has never had has ever had سبق له، لا ما سبقش له، هو بيقول لك في حياته كلها.
had ever had برضو محتاج حدثين مش هتنفع، يبقى هتكون has ايه يا ابطال؟ has never had، عمره ما خد امتحان صعب زي ده في حياته. تجربة، اتكلم على تجربة هنا. oh I my passport what should I do، ما الذي يجب علي ان افعله. عايز يقول انا ضيعت الباسبور بتاعي، ما الذي يجب علي فعله. have lost lose had lost I am losing، قلنا مش هتيجي في الاستمرار، هو خلاص بيقولك ضيعه بس الأثر في الحاضر. لأثر فين يا أبطال؟ في الحاضر. طب had lost قلنا ماضي تام محتاج حدثين. طب lose بفقده مضارع بسيط، لا مش بتكلم على عادة هنا ولا حقيقة. يبقى have lost حاجة حصلت في الماضي لها أثر على الحاضر. أنا ضيعت الباسبور بتاعي، أعمل إيه؟ I haven't seen my cousin since he to London، أنا لم أرى ابن عمي منذ أن يعني إيه انتقل إلى لندن. since قبلها مضارع تام يبقى بعدها ماضي بسيط، وحليناها كتير قوي مش محتاج أشرح الباقي، خلاص أنت عارف بقى خلاص. تمام. we can't go home by bus because the bus أو the last bus. نحن لم نستطع أن نذهب إلى البيت بالأتوبيس لأن آخر أتوبيس، ما احنا حلينا دي قبل كده left. تبقى يا أبطال has just left مش left هنا، مش ماضي بسيط. ليه؟ لأن ده الحاجة اللي حصلت في الماضي اللي لها أثر على الحاضر، حلينا زيها من شوية. she is أو she has grown a lot since I last here، هي يعني كبرت خالص منذ آخر مرة أنا شفتها فيها. مضارع تام أهو since وبعدين إيه ماضي بسيط. تمام. another cake يعني تورتة تاني أو كيكة تاني. قال له no thanks شكرا I too many already، أنا أكلت يعني كثيرا إيه بالفعل. already في النهاية يبقى إيه أبطال؟ have eaten، أنا إيه كلت خلاص. had eaten بعد ماضي تام، فين الحدث التاني؟ مفيش حدث تاني. ate مبيجيش مع already. eating مش بياكل الوقت الأول، أنا كلت خلاص يبقى have eaten. this is the second time he flown in a private jet، دي تاني مرة ليه يعني هو يعني يسافر في طيارة خاصة. had ever مفيش حدث تاني عشان اجيب had never مفيش حدث تاني عشان اجيب ماضي تام يعني. has never ولا has ever؟ دي تاني مرة، العادات الترتيبية second first الحاجات دي بستخدم معاها ايه ابطال؟ ever. دي تاني مرة يسبق له ان يسافر في طائرة ايه خاصة، مش دي تاني مرة عمره ما راح في طائرة خاصة، مش لاقي never هنا. رقم 20 يقول لك هنا you look very worried، أنت تبدو قلق جدا. something bad، هل في حاجة حصلت سيئة؟ had you heard أو هل سمعت شيء ما سيء؟ had you heard ما مش هينفع ماضي تام لأن مفيش حدث تاني، هو حدث واحد. have you heard هل سمعت؟ هي دي اللي هتنفع. ليه يا أبطال؟ لأن هو بيسأله في المضارع التام وهنا هو قلق، بيسأله على حاجة حصلت في الماضي لها أثر على الحاضر بتاعك. تمام؟ do you hear هل تستمع؟ دي عادة، لا مش بتكلم عن العادة هنا. طب ماضي بسيط مفيش حاجة بتدل على الماضي البسيط، مفيش حاجة بتدل على الماضي البسيط، أنا بركز هنا على الفعل وليس الزمن. تمام. وبعدين هنا بيقول له أنت تبدو قلق، مضارع مش هينفع أجيب ماضي مع المضارع، مضارع مع المضارع أو مضارع مع المستقبل. we this house since my grandfather built it. عايز يقول إحنا نمتلك هذا المنزل منذ أن بناه جدي، عندي since. تمام. بعدها ماضي بسيط. أولا كل الاختيارات، أولا on يمتلك لا يأتي في الاستمرار، والاتنين دول غلط والتالتة دي غلط كمان. تمام. ودي برضو غلط، كلهم انجي غلط. يبقى have owned الملكية لا يضاف لها ing سواء on أو have. عمر to the market let's see what he has bought. دعنا نرى، تعالى كده نشوف هو جاب ايه. يبقى had been has gone has been will be، ما هي will be to، ما هي will be مش هينفع بيجي بعدها to، ده أول حاجة. تاني حاجة ده ماضي تام مفيش حدث تاني، هو حدث واحد، محتاج حدثين في الماضي التام. هنا بقى gone to راح ولسه هناك في السوبر ماركت، ولا gone ولا been to راح ورجع؟ لا هو راح ورجع. ليه؟ لأنه بيقول لك تعال نشوف هو جاب ايه، ده معناه اللي هو راح ورجع. تمام. يبقى has ايه يا أبطال؟ has been. تمام. اللي بعد كده بلال is not here، بلال ليس هنا. he to the dentist، هو راح فين؟ مش حلنا دي من شوية، اللي هو راح عند طبيب الأسنان has gone، راح ولسه مرجعش. تمام. most of us can't recognize
علي، ده علي. as he a new haircut. معظمنا يعني لا يستطيع التعرف على علي لأنه يعني عمل قصة شعر جديدة. can't as معناها because، حاجة حصل حلنا زي من شوية اللي احنا ما كناش او ما عرفناش نروح بالاتوبيس لان اخر الاتوبيس راح مشى، يبقى حاجة حصلت في الماضي لها اثر على الحاضر، يبقى مضارع تام has had. اولا يعني يعني يحصل على قصة شعر ما بيجيش في الاستمرار، او بيضيف الاستمرار ولكن ده مش مضارع مستمر، معنى الكلام مش مضارع مستمر. هاد مفيش حدث تاني عشان اجيب ماضي تام. طب هاد برضه مش هتنفع، ليه؟ لان بتكلم في المضارع واقصد ايه اللي حصل في الماضي في ليها اثر على الحاضر، ايه اللي حصل في الماضي لها اثر على الحاضر، يبقى مضارع ايه ابطال؟ مضارع تام. many people have read that novel since it in the 1980s اللي هي 1900 في الثمانينات يعني، ولكن معظم او العديد من الناس have read قرأوا هذه الرواية منذ منذ أن، عايز أقول كتبت 1980 أو في الثمانينات. تمام، مضارع تام هنا. تمام، since بعدها ماضي بسيط. wrote لا، هنا مفعول عايد على الرواية، كتبت مش كتبت. قلت wrote يبقى الرواية هي اللي كتبت، يبقى مش هتكتب. تمام. has been written مش هتنفع، ليه؟ لأن إن وسنة في الماضي ماضي بسيط مش مضارع تام. وهنا برضو دايما مبني المعلوم مش هتنفع لأن أنا عايز مبني المجهول. was written كتبت منذ أن كتبت. تمام. somewhere before قال له yes I saw you at the sports club. أنا شفتك في النادي الرياضي. عايز يقول له إيه؟ هل أنا شفتك في حتة قبل كده؟ بيسأل عن إيه هنا؟ عن تجربة سابقة، يبقى مضارع تام. haven't aren't we meeting مش هتنفع مع before. hadn't ماضي تام مش هتنفع لأن مفيش حدثين. haven't we met ألم نتقابل من قبل، وعايز يقول له كده ألم نتقابل في مكان ما من قبل. didn't we met ما بتجيش برضو مع ايه before، هي تكون ايه ابطال؟ haven't we met somewhere before، ما تقابلناش في حتة قبل كده. بيسأل هنا عن ايه؟ عن حاجة حصلت في الماضي، تجربة. why has nothing أما قايل له now we are running out of time، نحن الآن يعني نهدر الوقت أو الوقت ينفذ مننا. وعايز يقول له هنا ايه؟ ليه مفيش حاجة تمت؟ why has هنا وعايز فعل يبقى هيكون تصريف تالت. done yet لما لم يتم شيء حتى الآن، ممكن ماشي، ما هي nothing نفي في التعالي هنا. been done yet nothing been done yet، ما هي been yet مش هتنفع برضه، أقولك دلوقتي دي اللي ممكن تنفع. been done still ما مش هتنفع still ما زال، يعني عندنا nothing. تمام، وبعدين still بتيجي في الاستمرار. why has nothing been done still مش هتنفع، ما زال مش هتنفع. عايز اقول حتى الان، لما لم يتم اي شيء حتى الان. never done ما هي nothing نفي مش هينفع اجيب never. تمام، وهنا has nothing دي مفعول شيء ما مش فاعل، مش هينفع نجيب رقم ايه. تمام، يبقى هتكون رقم ايه يا ابطال؟ هتكون رقم B. why has nothing been done yet. تمام. طب لو انا عايز اقول done yet كنت اغير في الجمله ايه؟ عشان nothing احط you. why بس مش هقول has بقى، هقول haven't. why haven't you done yet. تمام. anything في الماضي هيجي برضو anything. why haven't you done anything yet لما لم يعني تفعل او تكمل اي شيء حتى الان. لماذا؟ تمام، هي تكون ايه؟ مبني المجهول. food prices اسعار الطعام rapidly بسرعة in the past few months في الاشهر القليلة الماضية. تمام. rise ولا have been rising، اولا فعل rise لا يبنى للمجهول، فدي ايه؟ مبني المجهول مش هتنفع. had risen او risen مش هتنفع لان هنا ده ماضي تام وانا عايز حدثين وهو حدث واحد. have risen ولك في الاشهر الماضيه، فانا حاجه حصلت في الماضي اكيد لها اثر على الحاضر لان اسعار مرتفعه، مضارع تام مش مضارع بسيط. I haven't seen وائل the last time we met in the village، انا لم ارى وائل منذ اخر مره احنا اتقابلنا في القريه. طبعا ماضي بسيط وعندي هنا مضارع تام، يبقى ايه ابطال؟ هختار since على طول وحلنا زيها كتير. A terrible accident placed in the Cairo Alexandria desert road، ولكن حادثة رهيبة جدا حصلت على طريق اسكندرية الصحراوي. تمام. اولا تيك بليس لا يبقى مجهول، او
المفروض had been taken، مش هتنفع. اولا عشان مبني للمجهول، ثانيا عشان ده مضارع، ده ماضي تام، انا عايز هنا حدث واحد، انا عايز حدثين مع الماضي التام، وده برضه ماضي تام عايز حدثين. بس taken مبني للمجهول مش هتنفع، يبقى هتكون has taken place. I finished my essay yesterday but it into my teacher yet. انا خلصت المقال بتاعي امبارح، تمام. but it المقال بقى للمدرس حتى الآن. لم يسلم او لم يعطى للمدرس ايه حتى الآن. hasn't given يبقى انا عايز صيغة مبني للمجهول، دي مبني للمعلوم عايز افعل قبلها، تمام. دي مبني للمجهول ولكن في الماضي البسيط مش في المضارع التام، يبقى استبعدها. has given برضو محتاجة فعل قبلها لأنها مبني للمعلوم، يبقى hasn't been given. it hasn't been given to my teacher yet. لم يعطى للمدرس حتى الآن. Mr. Tom ده hospital for 3 weeks now because of his asthma. ولكنها مستر توم ده يعني بقاله في المستشفى 3 أسابيع now، ده معنى اللي هو لسه حتى الآن، يعني لسه هناك بسبب إن هو عنده الربو. الكلمة دي كانت جاية لهم في قطعة في سلام السنين، مش عارف 24 ولا 23، كان قرأوها استحمى، بدل ما يقولوا أزمة هي بتتنطق أزمة أو أسمع، تمام، فقرأوها استحمى. كانت مسخرة سنتها. مستر توم بقى عمل ايه؟ has been to راح ولسه هناك، راح ورجع، ولا was كان في المستشفى. ما هي دي ماضي بسيط مش هتنفع مع for ومدة زمنية وناو، تمام. has been to دي has been ودي has been، يبقى الاتنين هنستبعدهم. هو لسه هناك، بقول لك 3 أسابيع حتى الآن، ده لسه هناك لأن عنده الرب، تمام. ما قالكش أي حاجة عن اللي هو رجع، يبقى has gone to راح وإيه لسه هناك. where at 3 I was at the library، أقول له أنا كنت في المكتبة، وعايز أقول له أين كنت الساعة الثالثة. أين كنت الساعة الثالثة. where have you gone at 3 رحت فين الساعة 6، أو أين كنت الساعة 6. where was he، لا هو بيتكلم قال له هنا أنا، يبقى بيسألك أنت مش he. you saw him غلط، ما ينفعش أنت رأيته، أين أنت رأيته الساعة 3، قام قايل له I was أنا مش عارف إيه، مش لاقي. where were you أين كنت في الساعة الثالثة، أنا كنت في المكتبة. يبقى سؤال في الماضي عادي مفيش أي مشكلة، لا حاجة حصلت في الماضي لا أثر على الحاضر ولا سين سوفر ولا أي من الحاجات دي. وبعدين where مش هيجي ينفع يجي بعده have على طول، لازم إيه هي فعل مساعد، سوري، هي أصلا المضارع التام مش هتنفع لأن زي ما قلت لك هي ماضي بسيط. أنا كنت راح أقول لك إن الفعل الأداة الاستفهام بيجي بعدها فعل مساعد على طول، بس هي have أصلا فعل مساعد، تمام. هي جملة ماضي بسيط عادية ما فيهاش أي حاجة، ما فيش أي حاجة في الماضي لها مرتبطة بالحاضر. our math teacher مدرس الرياضيات بتاعنا ماله يا باشا. out of homework last week واجب كتير الأسبوع اللي فات. بما إن كل أول اختيار مثبت يبقى ادانا واجب كتير الأسبوع اللي فات. but لكن he is very much so far this week، لكن يبقى هجيب نفي، لاحظ ان هنا نفي وهنا نفي وهنا نفي وهنا نفي. هو عايز يقول بقى مدرس الرياضيات بتاعنا ادانا واجب كتير الأسبوع اللي فات، لكن هو لم يعطينا الكثير حتى الآن هذا الأسبوع. أولا last week مضارع، هنفصل كده، اعتبر جملة واحدة، اعتبر يعني كل جملة لوحدها. يعني لو وقفنا لحد هنا last week يبقى ماضي بسيط، يبقى هجيب ايه الاختيار الأول، يبقى ماضي بسيط. gave ماشي، gave ماشي. has given لا، مضارع تام لا. had برضو لا، تمام. لكن هو لم يعطينا كثيرا so far this week، الأسبوع لسه ما انتهاش وحتى الآن بتدل على المضارع الايه التام. يبقى wasn't given برضه مش هتنفع انها مبني للمجهول لان هي مدرس هو الفاعل، يبقى gave وhas ايه وhasn't given. hasn't ايه ابطال given، ادانا كتير الاسبوع اللي فات لكن الاسبوع ده حتى الان لسه ما اداناش كتير. which sentence is in the correct form of the present perfect tense. ايه من الجمل دي ابطال في الكوركت فورم، في يعني اللهم صل على محمد، الشكل الصحيح بتاع البريزنت بيرفكت، المضارع الايه المضارع التام. I have done it yet، اولا yet كده بيجي قبلها نفي فمش هتنفع. لمحت انا كده حاجه نشاز. I have done it yesterday مضارع تام مستحيل يجي مع yesterday. I haven't done it lately انا لم انجزه او لم يعني افعل ذلك مؤخرا، ولا I haven't ever done it recently ما بيجيش قبلها ايه
نفي. هي هتكون ايه يا ابطال؟ دي هي اللي صح. تمام. رقم 36 بيقول لك هنا which sentence is structurally and meaningfully correct. ايه من الجمل دي يا ابطال؟ التركيب بتاعها صح والمعنى بتاعها صح، تركيب ومعنى. تمام. he has been to the hospital since last Tuesday. هو راح ورجع يعني من المستشفى منذ التلات اللي فات. he has gone to the hospital since Tuesday. هو راح ولسه ما رجعش منذ التلات اللي فات. he has gone in. ما هي gone in مش هتنفع، ما gone يجي معاها in. he has been in the hospital since last Tuesday. اعتقد ابطال اخر واحده هي اللي هتكون يعني اقرب الى الصواب، بمعنى اللي هو راح يعني هو ماكس او قاعد في المستشفى منذ الثلاثاء الماضي. تمام. مش راح ورجع من مش لاقي راح ورجع او راح ولسه هناك. تمام. هو قاعد في المستشفى، محجوز في المستشفى من الايه، من التلات الماضي. تمام. which sentence is correctly structured. ايه من الجمل دي التركيب بتاعها صح؟ I have written 5 emails since morning. عند عدد مع مضارع تام، ماشي. I have been writing 5 هنا مستمر، ما ينفعش تيجي مع الايه، مع العدد. I am writing 5 emails since ما بتجيش مع المضارع المستمر. I wrote 5 emails since ما بتجيش مع المضارع البسيط الا لو في جملة مستقبل. تمام كده. يبقى الاولانية هي اللي ايه، هي اللي صح. I have been knowing أحمد for 10 years. أنا أعرف أحمد من 10 سنين. الجملة دي فيها غلط، إيه اللي هنبدله عشان تبقى صح؟ no. الفعل no لا يضاف له ing، يبقى وبين مش هينفع بين knowing هنا، المفروض I have known. يبقى بين knowing دي مش هتنفع، هي هتكون known. يبقى رقم B هي اللي صح، الباقي كله صح، مفيش حاجة غلط هنا بس. which sentence uses for or since correctly. ايه من الجمل دي استخدم for او since بشكل صحيح. تمام. I have lived here since ages. منذ عصور. ages بيجي قبلها for وليس since، مش هتنفع. I have lived here for 2011. ما هي دي بداية الحدث، ما بيجيش for، ما بيجيش قبلها، ما بيجيش بعدها سنة، عدد سنين مش سنة. I have lived here since a long time. ما هي since ما بيجيش بعدها a long time. I have lived here for the last 2 weeks. بقالي سنتين. 2 years سنتين. for we the last بعدها مدة زمنية، ماشي مش مشكلة. يبقى تكون ايه بطل رقم دي. how long each other. منذ متى وانتوا عارفين بعضكم؟ بقالكم قد ايه عارفين بعض؟ no لا تأتي في الاستمرار زي ما قلنا. have you known ولا had you known؟ مفيش حدث تاني عشان اجيب ايه، ماضي تام. do you know مضارع بسيط مش هتنفع، انا عايز اسأل على how long do you know each other. لا انا بسأل على حاجة في الماضي، انتوا عارفين بعض من امتى وهم لسه عارفين بعض. تمام. فمش هينفع مضارع هنا على مش بسأل على عادة هنا مثلا ولا حقيقة ولا هواية ولا اي حاجة. انا عايز اقول انتوا عارفين بعض من امتى، يبقى have you known each other، عارفين بعض من امتى. تمام. نشوف بقى يا ابطال 40 جملة على الجرامر والكلمات، درس اول وتاني، كأنه اختبار قصير كده على كل المعلومات اللي قلناها. ولكن ايه the fire the lifeguard اللي هو المنقذ tried to check the man's before starting the first aid. يعني حاول في الأول اللي هو يفحص ايه عند الراجل ده قبل ما يبدأ الإسعافات الأولية. سايز الحجم ولا فلو التدفق ولا ريذم إيقاع أو وزن شعري ولا بالس النبض؟ طبعا هيقيس النبض. You must start immediately if the person is not breathing. لازم تبدأ بيه على الفور لو الشخص ده مش بيتنفس. هتبدأ ايه؟ اكيد CPR الانتعاش القلبي الرئوي. مش هتعمل له اشعة اكس راي اكيد طبعا، ولا هيتنج الحرارة، ولا ثيرابي اسمه ايه الطبيعي ده، العلاج الطبيعي. firefighter had to the child's arm and pull her to safety. تمام. تمام. بقول لك هنا الرجل المطافي يعني عمل ايه في دراع الطفلة وسحبها لبر الأمان. يبقى جذبها. مس فقد أو يفقد، ولا بوش يدفع، ولا جراب يجذب يمسك بسرعة ويشد ناحيته، ولا بريبير يعد. طبعا جراب هو دخل البيت في حريقة وكده، فاير فايتر راجل مطافي وسحب الطفلة، مسكها جامد وسحبها لبر الأمان، للأمان سيفتي يعني أمان. after running up the stairs بعد ما طلعت جري على السلالم، أو هو جرى على السلالم يعني صاعدا. هي فيلت دايزي هو شعره بإيه، بدوخة. and nearly وتقريبا إيه collapsed انهار يعني أغمى عليه مثلا. tripped يعني الكعبل. rested استرخى، ولا treated تعامل مع أو عالج
لا اكيد هو يعني حس بدوخة وقام ايه اغمى عليه collapsed. The nurse pressed gently on the patients to check for pain. لكن الممرضة ضغطت gently يعني بلطف على الايه بتاع المريض to check for pain عشان يعني ايه تعرف الحتة اللي بتوجعه هي. ضغطت على ايه بقى؟ liver الكبد ولا برين الدماغ ولا تشيست الصدر ولا مايند العقل؟ طبعا يا ابطال هتكون ايه ابطال تشيست، ضغط على الصدر كده عشان تعرف ايه مصدر الالم فين. They arrived within minutes to give emergency first aid to the patients او the patient. وصل يعني في غضون دقائق لمنح او تقديم الاسعافات الاوليه الضروريه او العاجله للمريض. مين بقى اللي وصل؟ جستس الضيوف؟ لا. جايدز مرشدين؟ لا. باراميدكس مسعفين؟ ايوه. شيفز طباخين؟ اكيد لا. The factory operates 24 hours a day. المصنع بيشتغل 24 ساعة في اليوم with 3 different ايه تلات ايه مختلفين of workers عمال. floors اسطح او ارضيات لا. rounds اللي هي دوائر لا. tours اللي هي بتيجي بمعنى جولات اعتقد لا هي يكون شيفت ستات ورديات مختلفة من العمال شغال 24 ساعة 8 و8 و8. Before surgery قبل العملية الجراحية the doctor explained the full medical to the patient. قبل العملية الجراحية الدكتور شرح ايه الطبي بشكل كامل للمريض. شرح له ايه؟ كيس والفوضى؟ لا. البروسيجر اللي هي يعني خطوات اجراء العملية او الاجراءات الطبية اللي هتحصل معاه. ولا بولس شرح له النبض. ولا ديسكفري الاكتشاف؟ اعتقد هتكون ايه ابطال ميديكال بروسيجر الحالة الطبية بشكل كامل. The computer program is designed to customers with their online shopping. ولكن هنا برنامج الكمبيوتر ده يعني تم تصميمه عشان يعمل ايه في الزبائن وهما بيتسوقوا على الانترنت. complicate يعقد ولا hinder يعيق ولا assist يساعد ولا rest يسترخي؟ طبعا البرنامج ده اتصمم علشان يساعد الايه الزباين في التسوق على الانترنت. The factory decided to its old equipment for newer models which costs a lot of money. بقولك هنا المصنع قرر ان هو يعمل ايه في المعدات القديمة بمعدات او يعني موديلات اجدد اللي بتكلف مال اكتر. يبقى قرر اللي هو يعمل ايه تريد فور يستبدل. كيب يحافظ على، بريك يكسر، بليس يضع. اعتقد اللي هي تكون ايه تريد فور هي يستبدل المعدات القديمة بمعدات جديدة. Every workplace should have employees who know first techniques in case of injury. تمام. كل ما مكان عمل يجب ان يكون الامبلويز اللي هم العمال بيعرفوا فيرست ايه ابطال يعني التقنيات الايه الاوليه في حاله اللي حصل اصابه او حاجه. فيرست ايد لازم يكون عارف ايه يعني حاجات طبيه بسيطه كده بدائيه بحيث تتعامل مع يعني موقف حصل ممكن حاجه طبيه سريعه انت عارفها تعملها مع حد مثلا اتصاب تنقذ حياته. سبحان الله. كارما couldn't handle the stress of her new job and decided to quit. كارما لم تستطع أن تتعامل مع الضغط في الوظيفة الجديدة وقررت اللي هي تستقيل. يقول لك the synonym of handle يتعامل مع مرادف ليها. neglect يتجاهل ولا head بمعنى يتجه إلى ولا manage يدير أو يتعامل مع برضه ولا rise يرتفع أو يزداد. طبعا هتكون manage ما عرفتش تدير الضغط أو تتعامل مع الضغط. الاتنين صح. many people have the habit of reflecting much their life choices as they get older. جميلة. العديد من الناس يعني عندهم عادة اللي هو reflect هنا مش معناها ينعكس، هي بتيجي معناها ينعكس، ولكن عايز اقول reflect on بيفكروا كتير في اختيارات حياتهم يعني لما بيكبروا يقعد بقى يفكر كده انا عملت ايه مثلا في 30 40 سنة في حياتي اللي فاتوا. تمام. فريفلكت on يفكر فيه. employees get a period of time for a lunch break every day. ولكن هنا العمال بيحصلوا او الموظفين بيحصلوا على يعني فترة من الزمن محدودة او وقت محدود للغداء يعني فترة الغداء يعني كل يوم. set charged delayed handled هي مصطلح على بعضه. a set period of time اللي هي وقت محدود او فترة زمنية محددة او محدودة. السوفت وير كومباني اللي هي شركة البرامج دي او البرمجيات regularly releases يعني بشكل مستمر او بشكل منتظم. releases بتطلق ايه ابطال to fix errors لتصليح الاخطاء
an improved performance وتحديث أو تطوير الأداء. بتطلق إيه بقى؟ problems مشاكل، updates تحديثات وهي دي اللي هتنفع، delays تأخيرات مش هتنفع، petitions اللي هي عرائض أو التماسات، حاجة تبع القانون يعني كده، التماس أو عريضة أو طعون، الطعن، بقولك هقدم طعن أو التماس أو حاجة شبه كده، ملهاش علاقة، هي updates. All athletes need to prepare themselves as well as physically for the competition. كل اللعيبة الرياضيين محتاجين إن هم يعدوا أنفسهم إيه as well as بالإضافة إلى physically اللي هي بدنيا يعني لإيه للمسابقة. عايز يقول يعني يستعدوا بدنيا ونفسيا. يبقى randomly بشكل عشوائي لا، سوشيالي اجتماعيا ملهاش علاقة، mentally اللي هي عقليا ذهنيا، anxiously بشكل مقلق مش هتنفع. The helicopter was sent to flood victims from their rooftops. ولكن هنا الهليكوبتر تم إرسالها إلى أو تم إرسالها لي عشان تعمل يعني ضحايا الفيضان من على الأسطح، طالعين على السطوح فهي راح تنقذهم. هيل يعالج، avoid يتجنب، neglect يتجاهل، rescue ينقذ. الطيارة راحت عشان تنقذ العالقين الضحايا. After riding at the theme park 3 times they left أو felt tired and went home. بعد ركوب أبطال في الثيم بارك اللي هي حديقة الملاهي، حديقة الألعاب 3 مرات، زين شعر بالتعب وروح. ركب إيه بقى؟ تشيسز. تشيس يعني يطارد، تمام. عند فيري المعدية اللي في النهر. رولر كوستر اللي هي العجلة الدوارة اللي بتلف كده زي بتاعت لندن. سكيت بورد اللي هو لوح التزلج. اعتقد ابطال هتكون ابطال. رولر كوستر برضه بتيجي معنا حياه مليئه بالتقلبات ups and downs. The company representatives اللي هم ممثلين الشركه، مندوبين الشركه يعني. still need to meet يعني ما زالوا يحتاجون الى مقابله. to meet to discuss عشان يناقشوا. the of the new contract عشان يناقشوا في العقد الجديد. يناقشوا slides الشرائح، tips نصائح، recipes وصفات الطعام، details التفاصيل. عايزين يتقابلوا تاني عشان يناقشوا تفاصيل العقد الجديد. at the summer camp في المخيم الصيفي. it was my كان بالنسبة لي to wake everyone up نصح الجميع in the morning في الصباح. دي كان بقى بالنسبة لك؟ task مهمتك، ممكن دي experiment تجربة علمية ملهاش علاقة. profession مهنة ملهاش علاقة. expedition بعثة برضو ملهاش علاقة. كانت مهمتي في المخيم الصيفي اللي انا اصحي الناس الصبح، تمام، كل صباح. نيجي عند بقى يا ابطال؟ عند الجرامر. عندنا برضو 20 جملة، ولكن اول سؤال my father where he put his keys so all of us are looking for them. بابا عايز اقول نسى هو حط المفاتيح فين، لذلك كلنا بندور عليهم. يبقى يا ابطال had forgotten نسى. طب هنا ماضي تام وما فيش حدث تاني، مش هينفع. is forgetting ما هي forget ما بتجيش في الاستمرار، يعني مش هينفعوا الاثنين دول. يبقى has forgotten اللي هو نسى حاجة حصلت في الماضي ولها أثر على الحاضر. my cousins have أسيوط since their childhood. ولاد عمي عايز أقول يعني قاعدين في أسيوط منذ طفولتهم. هتكون بين يا أبطال، مش بين تو راحوا الأسيوط ورجعوا منذ طفولتهم، مش لايقة. جان تو راحوا لسه هناك منذ طفولتهم، لا أنا عايز دي مع بين تو وجان تو يعني مع المشاوير القصيرة. راح السوبر ماركت ورجع، راح مثلا عند الدكتور لسه ما رجعش، حاجات مشاوير بتتقضي بسرعة. انما بين ان ماكس وقاعد، فدي انسب يعني. جان ان ما بتجيش. since they acting they in the in 3 plays television commercial and two TV dramas. since they منذ ان التمثيل هم، يعني عايز اقول عملوا اداء في 3 مسرحيات تلفزيون كوميرشال اللي هو برنامج في التلفزيون واعلان يعني، and TV 2 TV dramas ويعني دراما اللي هي المسلسلات وكده، ويعملوا يعني دورين في دراما في التلفزيون. تمام. عايز اقول since they began. تمام. هي since بيجي بعدها مضارع، بيجي بعدها ماضي بسيط، تمام. دي مضارع هستبعدها، تمام. دي ماضي ودي ماضي ودي ماضي، ماشي. منذ ان بدأوا التمثيل هما عايز اقول الانجازات اللي هم عملوها، عملوا كذا وكذا وكذا. اعتقد ابطال هتكون began have performed يعني قاموا بأداء 3 مسرحيات
وبرنامج في التلفزيون والدراما وكده. are performing منذ ان بدأوا، ما مش هينفع يجي في الاستمرار، خلاص هو مش مستمر، الحاجات دي مش بيعملوها الوقت، هم عملوها خلاص. تمام، دي صح ولكن الاولانيه غلط. هنا performing اي ان جي مش هتنفع، وبعدين قال لي had. تمام، هم بدأوا الاول وبعدين عملوا، يبقى العمايل حدث تاني، يبقى المفروض ماضي بسيط او مضارع تام. لما يجيب لي ماضي تام مستمر مش هتنفع خالص. تمام، يبقى منذ ان بدأوا ماضي بسيط، هم عملوا كذا وكذا وكذا. الانجاز بيجي ايه؟ مضارع تام. علي last caught fish when he was in Alexandria. الجملة دي حلتها قبل كده. علي آخر مرة اصطاد سمك لما كان في اسكندرية، ده معنى ايه؟ didn't catch fish since he was in Alexandria. لم يصطاد سمك منذ أن كان في اسكندرية. ما هي since ما ينفعش يجي قبلها ماضي تام، قبلها مضارع سوري ماضي بسيط، ما ينفعش يجي قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط، قبلها مضارع تام. hasn't caught fish since he was in Alexandria. ماشي. didn't catch fish when he was، لم يصطاد سمك عندما كان في اسكندرية، لا مش هتنفع. وان بقى اللي تنفع يجي قبلها ايه؟ ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط، انها مش since، مش هتنفع. علي has been catching fish since he returned. علي بيصطاد سمك لحد دلوقتي منذ ان عدم اسكندرية. اقول لك لا، علي ايه؟ hasn't caught، لم يصطاد سمك منذ اخر مرة كان فين؟ في اسكندرية. يبقى دي هي اللي صح. sorry for being late، انا اسف على التأخر يا مستر. please let me in، خلينا ادخل. I the clinic، انا كنت فين؟ في العيادة، بكشف يعني وكده. يبقى رحت ورجعت. تمام، طبعا في تو كده وانه حاجات من دي، يبقى I have been to the clinic، انا كنت فين؟ في العيادة. طبعا اللي هو راح ورجع. طب gone to راح ولسه هناك، طب هيكلم المستر ازاي او هو لسه هناك؟ مش هتنفع. been in ماكث هناك، مش هتنفع، هو رجع خلاص. gone to had مش هتنفع had لان بتكلم في المضارع. you look scared، انت تبدو خائف. anything frightening، هل في حاجة حصلت تخوف؟ have you seen، هل شفت اي حاجة تخوف؟ هو خايف في المضارع ولا الماضي؟ خايف في المضارع. لوك اهي مصدر يبقى مضارع، يبقى ماضي هاد مش هتنفع. we will بيقول له هل سترى شيء مخيف؟ هو خايف بالفعل الوقت، يبقى اللي حصل في الماضي مش لسه في المستقبل. ومضارع برضه مش هتنفع، يبقى have you seen، هل شفت حاجة تخوفك؟ حاجة حصلت في الماضي ليها أثر إيه على الحاضر؟ بيسأل بقى إيه اللي حصل في الماضي ده. she to the market، she will be here soon، هي هتكون هنا قريب، يعني هي راحت السوبر ماركت وهتيجي دلوقتي، يبقى راحت ولسه هناك، يبقى has إيه؟ gone to. حلناها كتير قبل كده وأعتقد أنت فهمت الفكرة بقى خلاص. it's been 2 weeks since I last. it's been مدة زمنية، since ماضي بسيط، fond أهي. تمام، حلنا برضو قبل كده. so far حتى الآن many schools، لاحظ دي مفعول، العديد من المدارس في المناطق الريفية والحضرية. العديد من المدارس بنيت، مبني مجهول، يبقى عايز been والتصريف الثالث. they have built مش هتنفع، are building مش هتنفع، been والتصريف الثالث ماشي، where والتصريف الثالث غلط، يبقى هتكون ايه أبطال؟ مضارع تام مبني مجهول علشان so far وبدأ بالايه؟ بالمفعول. nothing like this to hear، مفيش حاجة زي دي حصلت لها قبل كده. nothing تعتبر ايه؟ نفي، فاستبعد never لأنها ايه؟ نفي. ما هي ever قبلها نفي بتساوي never. تمام، nothing like this have ever happened، لم يحدث. تمام، مفيش حاجة حصلت لها أو لم يسبق لها أن يحدث لها شيء كهذا. ولا has happened ولا happen. أنا هنا بتكلم على تجربة يا أبطال، أنا بتكلم على تجربة حياتية، فهتكون ever أحسن حاجة. تمام، لم يسبق لها أن يحدث لها شيء مثل هذا، تحس إن في تفضيل في الكلام كده أو قطع في الكلام. تمام، فالمضارع البسيط العادي، المضارع التام العادي اللي هو مثلا nothing like this has happened to her، مش أدق، دي هي الأدق اللي هي إيه؟ ما حصلهاش حاجة زي كده قبل كده أبدا، عايز يقول كده يعني. happen nothing like this happened to her، لا أنا بتكلم على خبرات وتجارب حياتية، التجارب الحياتية والإنجازات يا شباب، بتكلم في المضارع التام مش الماضي البسيط، وبعدين مفيش حاجة بتدل على الماضي البسيط هنا. I my mobile phone what can I do، زي بالظبط الباسبور اللي ضاع what can I do، زي أنا فوتت الأتوبيس what can I do. يبقى إيه أبطال؟ I have broken، التليفون بتاعي اتكسر، ماذا يمكن أن أفعل؟ مش breaking ing، لا أنا بقول له خلاص هو اتكسر هعمل إيه دلوقتي؟ خلاص الفعل خلاص. broke ماضي بسيط مش هينفع لأن مفيش حاجة بتدل على الماضي البسيط، وبعدين حاجة حصلت في الماضي اللي حصل على الحاضر يبقى مضارع تام. had broken ده ماضي تام مفيش حدثين يبقى مش هينفع. I my books in the class could you go and get them for me، ممكن تروح تجيبهم لي. عايز يقول له انا سبت الكتب في الفصل، ممكن تروح تجيبهم لي. had left مفيش حدث تاني عشان اجيب ماضي تام. I'm leaving بسيبهم مش هتنفع. have left ولا was leaving كنت بسيبهم مش هتنفع بالاستمرار هنا. left لا تأتي في الاستمرار، الفعل leave يغادر،
يجي في الاستمرار ولكن في سياق معين. يعني بيقول لك انا تركت، تمام، تركت الكتب، ممكن تروح تجيبهم، يبقى الفعل خلص وانتهى خلاص، ما ينفعش يجي في الاستمرار. It's a month. هند last visited her uncle. It's مدة زمنية، ماضي بسيط، يبقى since، حلينها فوق من شوية. تمام، في تركيب كده يعني تلقائية وانت مغمض حتى مش عارف معنى الكلام. تمام. I started my job، منذ أن بدأت الوظيفة بتاعتي. I have met important people، قابلت ناس مهمة جدا من كل دول العالم. يبقى منذ، يبقى since، لأن عندي ماضي بسيط وعندي مضارع تام. until مش هتنفع، تمام، بتيجي في نص الكلام وما جاتلناش خالص ليه until دي. when ما بيجيش معاها مضارع تام، وفور ما بيجيش بعدها ماضي بسيط. It's more than 20 years، يعني فات أكتر من 20 سنة. I traveled abroad، منذ أن سافرت إلى الخارج. عند it's مدة زمنية، ماضي بسيط، يبقى since. They what to do for the vacation yet، هم يعني لسه مقرروش هيعملوا ايه في الرحلة أو العطلة دي حتى الآن. نفي، يبقى haven't ايه decided مع المضارع التام. ماضي تام مش هتنفع لأن مفيش حدثين. don't decide ما بتجيش مع yet. won't decide will دي will not ما بتجيش برضو ايه مع yet بتيجي مع المضارع التام. we our old friends for a year. they are too busy، هم ايه مشغولين جدا. يبقى عايز يقولك ايه، هم يعني ما قابلوش اصدقائهم for a year، بقالهم سنة. تمام. هم مشغولين جدا، يبقى قابلهم ولا ما قابلهمش؟ ما قابلهمش. تمام. for ومدة زمنية يبقى مضارع تام. haven't been met دي مبني المجهول مش هتنفع لان we فاعل. hadn't met ده مضارع، ده ماضي تام مش هينفع لان انا عايز حدثين. كررت انا الكلمة دي كتير قوي، عايز حدثين. haven't met ولا didn't met، ما هي for ومدة زمنية ما بتجيش مع الماضي البسيط، بتيجي مع المضارع الايه التام. Maggie has been away from the office 13 successive years. Maggie has been away from the office يعني بعيدة عن المكتب أو سايبة المكتب، يعني 13 successive years يعني 13 سنة متتابعين. تبقى ايه أبطال؟ during ولا from ولا for ولا since؟ تمام. اللهم صل على 13 سنة، دول 13 سنة عدد اهو، يبقى for 13 سنة متتابعين. The company was fined. It had bridge safety regulations. ولكن ايه الشركة was fined، يعني was fined يعني ايه، يعني غرمت بسبب اللي هي يعني خلفت اللي هي اجراءات السلامة او تعليمات السلامة regulations. تمام. عايز اقول بسبب owing to، ما دي جملة كاملة، دي جملة كاملة. تمام. وتلاحظ اللي هي جت ماضي تام، هي بص طب ركز بقى معايا، ماضي تام has bridged اللي هي خالفت او انتهكت اجراءات السلامة. هاد والتصريف التالي يبقى ماضي تام حدث اول، وبعد كده الحدث الثاني غرمت، يبقى في حدثين اهم. الحدث الاول خلفت اجراءات السلامه، وبعد كده اتغرمت، يبقى حدثين. ده اللي كنت بكلمك فيه من اول الدرس. انت فاهم؟ حدثين في الماضي، الحدث الاولاني ماضي تام، الحدث الثاني ماضي بسيط، يبقى سينس. تمام. ليه؟ لان اولا بسبب، عايز دي معناها ايه، بسبب وبعدها جمله. طب اوينج تو برضه معناها بسبب بس بيجي بعدها فيرب ان جي او اسم، مش هتنفع. so that لذلك بيجي بعدها نتيجه مش سبب. as a result of كنتيجه ليه، برضه بيجي بعدها ايه ابطال فيرب ان جي او اسم، مش هتنفع، عايز اقول بسبب. تمام. اخر جمله my father's been quite different coming back from America. عايز اقول بابا has been يعني quite different يعني مختلف شويه، متغير شويه. coming back from منذ ان عاد من امريكا، يبقى since. تمام. منذ عودته من امريكا. during اثناء بيجي بعدها ايه اسم. for ما بيجيش بعدها، بيجي بعدها مده زمنيه فقط مش جمله كده وفيرب ان جي وحاجات من دي. while بيجي بعدها فيرب ان جي، ولكن هنا ايه مش هتنفع. ليه؟ لان بتكلم عايز اقول منذ ان عاد مش بينما عاد. انت فاهم؟ فتكون منذ ان عاد. تمام. دي كانت الاسئله ابطال، اتمنى تكونوا استفدتوا. ويعني لو في اي سؤال عايزه نتناقش فيه في التعليقات قول لي، مفيش اي مشكله. ان شاء الله الدرس الجاي على طول الكلمات التالت والرابع. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.